دايما بيسموه الخبيث، اللي هو بيبقى شديد جدا، اللي هو اصعب انواع السرطانات، ولا ايه؟ هو طبعا كلمة سرطان في حد ذاتها دي معناها ورم خبيث، لكن زي ما حضرتك عارفاه ان طبعا فيه سرطانات بتكون اشد. بالظبط. طبعا احنا في مرحلة الورم، في درجة الورم، كل دي عوامل بتخلينا نحدد. وفي نوع اسمه البيولوجي او النمو، طبيعة النمو بتاع الورم. بتبقى سريعه. بالظبط بالظبط، اه. بيكون عدواني اكثر، ممكن شراسه زي ما ينتشر بنقول. اكثر، يكبر اكثر. بس ده من رحمة ربنا انه معدل حدوثه ايضا قليل جدا. طب ده حلو قوي يا دكتور. بالظبط. طب ده يا ترى برضو، يعني مثلا في ناس تقول لك لا، ده انا كان مثلا والدتي او والدي او حد من قرايبي كان عنده الشرس ده. يا ترى بقى الاشخاص اللي هم ممكن يبقوا هم اكثر عرضة عشان ليها عامل وراثي، يا ترى بقى ممكن يتورث النوع ده ولا لا، ملهاش علاقة في توريث السرطانات؟ هم الأكثر عرضة لسرطان الثدي السيدة نفسها اللي عندها سرطان ثدي في ناحية، أكثر عرضة إنها تصاب في الناحية التانية. العامل الوراثي، وخصوصا بنهتم في العامل الوراثي، هل بنسأل السيدة هل والدتك، هل أختك، هل خالتك؟ دول بالذات يهمونا قوي. ويهمنا كمان لو والدتك ولا أختك ولا خالتك جالها السرطان عند سن قد إيه، وهل فيه أكتر من فرد في العائلة جاله ولا جاله فرد واحد. بالظبط. وبرضه عايز أبعت رسالة طمأنينة، لأن الوراثة لا تتعدى 5% من أسباب سرطان الثدي. يا طب ما دي حلوه. امال ليه احنا شايفينها يا دكتور بكثره؟ يعني احنا ليه شايفين ان انت بتقول 5% بس ان هي ليها عامل وراثي؟ طب ليه احنا شايفين النسب الكبيره في العالم وفي مصر دلوقتي في موضوع سرطان الثدي؟ لأن هو السبب الرئيسي لسرطان الثدي احنا ما قدرناش نحدده لحد دلوقتي. احنا احنا بنقول لغايه دلوقتي بس يعني زي ما بنقول لسه تحت الدراسات والابحاث. بالظبط يا فندم. وبرضه عايزين نوجه رساله طمانينه ان كل سيده لو والدتها عندها سرطان ثدي، ده لا يعني اطلاقا يعني انها هي ممكن بس كل المطلوب بالنسبه لها ان هي تهتم اكتر، تتابع اكتر، تعمل الفحص الذاتي للثدي اكتر، تروح عند الدكتور المختص في مرحله مبكره. حضرتك ذكرت في وسط الكلام وقلت